عليكم ورحمة الله. كيفكم اخواتي؟ تحية لكم وين ما كانوا بأي مكان. قبل ما نبدأ هذا المقطع حبس تصلوا على سيدنا محمد قبل كل شي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بفضل الله تم استرجاع حسابي الثاني اللي قلتلكن اني تهكر من جديد. طيب راح اعرض لكم الطريقة. في ناس كتير اعترضت على الطريقة القديمة وقالت لي هي طريقة قديمة. اوكي تمام، كان طريقة قديمة مش مشكلة. حاليا هلا عم اصوركم الطريقة الجديدة، وبفضل الله خلال 3 ايام بالضبط كانت محلولة والحساب مسترجع. مثل ما انكم شايفين اخذ بند ل 2030 ايوه. طيب مو مشكلة، رح نكتب على تفاصيل مشان نشوف شو السبب. تمام، عم يعطيك هلا السبب الحظر وزمن الحظر، مخالفة اتفاقية، يعني انت نزلت هكر خالفت. تمام، مو مشكلة. تمام، رح نرجع نفوت. قالك انتظر 8 ثواني. طيب اخواتي، بالنسبة للناس اللي بتساوي الطريقة لازم تكون متأكد تماما انك لما فعلت الهكر ما رفعت في تقييمك، ما استفدت منه، ما وصلت مثلا لتقييم عالي مثل كونكر او ورقة رابحة وضريت ناس بالورقة الرابحة او بالكونكر. عادي قبل هيك ممكن يسترجع معك، يعني انا كنت موصل لحد التاج. نرجع منفوت. قل له هلا المطالبة بالملف. طيب تمام، قال لك هلا هون شو بدك تكتب؟ اسباب الحظر لم ينتهك حسابي. نحن بنقول له راح نقول له لم ينتهك حسابي، يعني حسابي لم ينتهك. تمام، هو بقول لك ان نظام الغش رصدك واكتشف انك ارتكبت سلوكيات غير قانونية، يعني انك انت كنت مفعل. اوكي مو مشكلة. نرجع نقول له طلب رفع الحظر. تمام، هو بيكتب لك هلا هذا مجيب آلي مالنا فيه. بيكتب لك يؤسفنا جدا ان حسابك تعرض على الحظر، يتعذر الغاء الحظر. يعني عم يقول لك لا تحاول، هذا مجيب آلي ما رح ناخذ بكلامه. تمام، نفوت على الطلب المزيد، نعمل له غير مفيد. نرجع نجي نكتب له هي الرسالة: أرجو إعادة النظر في قرار حظري. إرسال. نفس الكلام، يؤسفني جدا تعرض للحظر، يتعذر إلغاء حسابك في الوقت الحالي وإن لم تتمكن من الاستمرار في هذا الحساب. أوكي، راح نكتب له رسالة. راح ندخل عليهم بهي الرسالة هاي تورجون ان انت صرفت. لازم تقول لهم ان انت صرفت مشان يخافوا. لقد شحنت مبالغ مالية كبيرة في حسابي، ارجو استعادتها. اوكي، انا بعت لك اتفهم شعورك بخصوص المحتوى الذي تم شراؤه، لكن حظر الحساب يتعلق بالانتهاكات داخل اللعبة وليس عمليات الشراء. يتعذر علينا رد الاموال التي قمت بشرائها ونشكرك على تفهمك الامر. اوكي تمام، ما خلصنا، لا تيأسوا. قل له غير مفيد، دائما اكتب له غير مفيد عشان يحولك لخدمة العملاء. تمام، أرجو مراجعة قرار حظري وإعادة النظر فيه. أرجو الرد خلال يومين وشكرا. لازم تكتب شكرا. اوكي تمام. رجع بعت لك النظام الآلي ان تم حظر حسابك وخلاص ما في امل. طيب اوكي، راح نكتب له ارجو الرد خلال على رسائلي
تمام خلال يومين. اوكي بعدها هلا شوفوا شو صار. نعتذر لجعلك تنتظر، نحن نعمل حاليا على حل هذه المشكلة، يرجى التحلي بالصبر خلال الانتظار ونرد عليك في غضون 24 ساعة تقريبا. شكرا لك على تحليك في الصبر، إذا قمنا بمعالجة سكرك فتحقق. نحن نقول له شكرا جزيلا ببجي. على تفهمكم الرائع، سوف انتظر الرد وشكرا. وأرجو أن أستعيد حسابي ومواصلة اللعب بشكل نزيه. يعني انت بترجع ان انت مانك مستفيد بالهاكر، ما بتحب الهاكر، اندمت انك نزلت هاكر، مو مشكلة، قالك من دواعي سرورية. هم هيك عرفوا ان انت خلاص عم تراسلهم بأدب وبطريقة حلوة. تمام، هاي الطريقة هي اللي خلتني استرجع حسابي عن جد. قبل هيك كنت افتح واشتم واتضايق، بس قلت اهدى ورحت خبت هي الطريقة. تمام، شكرا جزيلا على الرحب والسعة. هو هلا انت لك انتظرني خلال 24 ساعة، لكن خلال 24 ساعة ما جاني رد. تمام، هذا الرد راح يجيك خلال 3 أو 4 ايام كأقصى حد، وممكن يطول لأسبوع، ولو طال لأسبوع ترجع تسوي الطريقة مرة تانية، لأنه راح يكون نسيوك، لأن في كتير لاعبين راح يسووا هاي الطريقة. نيجي نجرب. فوت على الحساب. مثل ما تكون شايفين الحمد لله بعد 3 ايام دخلت على الحساب. تمام، هاي الحساب مثل ما انتم شايفين قدامكم. ارجع، يلي بيقول كذاب هذا الحساب فوق، وهي الاي دي، وهي اسمي، وهي العلم. كل الناس بتعرفني انا بلعب بهذا الحساب، كنت عندي كذا حساب، الشعبية مثل ما هي. تمام، طيب شو النقص منه؟ ولا اي شيء، بس تأكد ان حسابك راح يكون تحت المراقبة اول فترة، او انا برأيي الشخصي خلاص اللي فك حسابه ما ينزل هاكر ابدا. بدك تنزل هاكر نزل بحساب جديد. تمام، للتنويه شباب، لما تسوي هاي الطريقة حاول تسويها على تليفون تاني ما كنت منزل فيه الهاكر، لانه هن عندهم اي دي الجهاز اللي كان ملعوب عليه هاكر، فهذا الشي راح يوقف ضدك. حاول تفتح هاي الطريقة من اي تليفون تاني، نزل لعبة ببجي وراسلهم. طبعا اربط حسابك. هاي الاي دي تبعي، هذا حسابي مثل ما انتم شايفين. اصدقائي مثل ما هنن، هاي كل اصدقائي. تمام، ان شاء الله يا رب ترجع حساباتكم، لاني اغلب اخواتي اللي هون تعبوا بالحسابات وشحنوا فيها وشي زعل. يعني انا هذا الحساب بالنسبة لي ما زعل عليه، انا مسوي له الهاكر بصراحة مثل ما انتم شايفين، حتى ولا اي شد شاحن فيه، انا مسوي له الهاكر بس. واللي يقول لك هذا حساب جديد ماشي، طلع يبص فوق بس يشوف مستوى 43، يعني هذا الحساب قديم. راح نجرب جيم، شوف لسه بنعرف نلعب ولا لعبنا بدون هاكر راح يكون صعب. طبعا هذا الجيم بدون هاكر، وش وحصرا هذا الجيم بدون هاكر. خلاص انا ما عاد نزل هاكر، وقفت الهاكر. ممكن لو حبينا نلعب هاكر او نتسلى راح يكون على حساب جديد غير الحسابات هاي، حرام يعني ما بدنا نخربها. يا ريت اخواتي تفيدكم هاي الطريقة، واتمنى يا رب الكل ترجع حساباتهم. بس برجع بكرر، اللي استفاد بهي الطريقة ووصل فيها
لتقييم عالي، ورقة رابحة او اكثر، وضر ناس بالورقة الرابحة وسوى عليه بلاغ، لا يسوي هاي الطريقة لانه راح تكون غلط. تمام. البنك عالي طبعا عندي كالعادة. شوفوا البنك تحت 150 180 رجع 80. يلا الحمد لله. اخواتي اللي مو مشترك بقناتي الثانية روح يشترك ويدعمني عليها ويفعل زر الجرس. وشكرا لكم على وقفتكم جنبي، وشكرا لكل واحد دعمني وحط لي لايك وكومنت واشترك بالقناة. شكرا لاخواتي اللي يجوني فزعة من التيك توك. شكرا لكل هاي الناس. هاد لعبي بدون هاكر، لعب عالي طبعا، بس البنك عندي عالي. البنك عندي عالي يعني ما تلوموني على هيك لعب. عادي عادي. عادي يعني اني انا بوت. بوت يعني لا يغركم لا يغركم. لسه 4 كيل. بوت. شوفوا البنك ارتفع. برافو. بنك وهمي عندي. هيك صار سريع. ما شاء الله البنك عالي. وين صرنا؟ حلو. احلى بنك. تلعب على البنك اسطوري. بنك اسطوري. هذا كيف مات الله اعلم. البنك 1000. هاي خلص فصل البنك. هاي معاناتي. اللي بيسألني ليش ما بتلعب معنا روم وليش ما تلعب، فرج البنك عندي انت تعرف انا ليش ما لعبك روم. اوكي. هاي البنك عندي انتهت المهلة. عمل له معادة. ما في. اخواتي اللي بيزعلوا يقولوا ليش ما تلعب معنا روم، هاي السبب. يلا السلام.